ده مش اعلان يا عم ولا خليها، هو باص حبيبنا برضه. طيب انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا هوريكم الديزاينز الجديده كلها وانتوا تختاروا منها وتساعدوني في ان احنا نعمل الكولكشن الجديده. بس فايه رايكم في الفكره دي ان احنا هنعمل الكولكشن مع بعض؟ هعمل بوست فيه كل الصور عندي على البيج، على الفيسبوك بيج، واللي يعجبكم تخشوا تعملوا فوت ان شاء الله. يلا بينا. ايه موضوع النهارده؟ ثانية واحدة اتأكد بس الكاميرا بتريكورد ولا ايه؟ بسم الله. ايوه عاش. النهارده عايز اتكلم عن هدف حياتي. انا مش عايز اقعد ادي نصايح واقول بقى ان انا توصلت لهدف حياتي ومش عارف ايه وكده، ولا اقول لكم ازاي توصلوا لاهداف حياتكم، ولكن عايز اقول ان هدف الحياة ده انت بتوصل له على مدار حياتك كلها. يعني انت بتقعد تجمع حاجات، تكتسب خبرات، تمر بتجارب، علشان في الاخر توصل للمعادله بتاعت ان انا هدف حياتي عباره عن كذا. زي الخزنه، عارف لما تيجي تفتح خزنه بتقعد يمين شمال مش عارف ايه لحد اما كليك وتروح فاتحها. فانت بتقعد تحفلط وتحور وتحاول وتخبط وتلبس لحد لما تلاقي الحاجه اللي انت بتحبها في حياتك. فهديكوا قصه بسيطه كده ازاي توصلت اللي انا بحبه. كنت قابلت واحد زمان وبحكي عنه كتير لما بروح ايفنتس، راجل نمساوي كده، راجل عبقري، دريم ديفلوبر، هدف حياته ان هو يساعد الناس يوصلوا لاهدافها. فاللي حصل لما قابلته ان هو جه سالني ايه اسعد لحظه في حياتك، وهو بيدعي انك انت لو عرفت اللحظه دي ايه دي هتبقى نواه حياتك. فلما جه سالني ايه هي اللحظه دي، انا افتكرت اللحظتين، واحده فيهم قلتها له والتانيه فضلت كاتمها جوايا عشان كنت فاكر ان دي مش قوي، يعني مش حاجه كبيره، يعني ما هياش ايه هو الهدف. فاللي انا قلته له كان ايه، ان اسعد لحظه في حياتي كانت لما خدنا المقر بتاع ستابرك وبعدين دهنا الحيطان وظبطنا الدنيا وحطينا موكيت على الارض، وانا كنت نايم على ظهري ورافع رجليا، وخدت صوره كده ونزلتها على الانستجرام. ايوه بصور ممكن احطك على سبيكر وتقوليها انت لو عايزه، ممكن تشتميني عادي انت امي برضه. والجزمة دي بتبقى لي قدام الشباك عشان الناس تعرفك على حياتك فعلا. لا حول ولا قوة الا بالله. ماشي يا كنا فين؟ بس فقلت له على الموقف ده، وهو كان فعلا بيعبر عن حاجة قوية جدا عندي، وهي الاستقلال. ان انت تبقى مستقل تماما ومفيش اي حد فوقيك ولا اي حاجة خالص، وانت تبقى الرئيس بتاع نفسك. ولكن اللحظة السعيدة جدا فعلا في حياتي كانت وانا باخد مادة presentation skills في الكلية. كنت بطلع اتكلم قدام الناس وكنت بحس ان انا مبسوط جدا وانا بعمل برزنتيشن، والناس مبسوطه من ادائي وبتستفيد وبتتعلم، ويعني كنت بحس ان هو ده الزون بتاعي. فالحاجه اللي انا استفدتها جدا من ان انا ما قلتلوش على الكلام دوت، ان انا دلوقتي ممكن اجي اقول لكم ان انت لازم تبقى صادق مع نفسك في اللي انت بتحبه. مش لازم اللي انت بتحبه ده يكون شيء عبقري، يكون ان انا اطلع طيار، لا، ممكن تكون بتحب الارقام مثلا، ممكن تكون بتحب الفاشن ديزاين بس مكسوف تقول. فلو انت مكسوف عمرك ما هتعرف. عايز اطلع الوان اي 4 في كوشيه ولا ايه؟ ماشي في كام جامد قوي. قعد يسالني عن الكاميرا واللينز واتكلمنا ان انا بعمل فلوج وبتاع. السلام عليكم. بس فاصبح هدف حياتي بعد لما سنكت مع نفسي كده، بقيت كده مسنك ومستوعب ان انا بحب ده وده 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 وده، ان انا ابقى مسلم ناجح ومركز جدا وبزنس مان او انتربرينور ناجح في شغله. وبعدين لما اجي اقف اتكلم في اي حته على ستيج كبيره جدا، تيد مثلا، ده من ضمن اهدافي اللي مش بعيده خالص ان شاء الله. انا متخيل ان انا قريب جدا هبقى في تيد باذن الله، تيد جلوبال مش تيد اكس وتيد اكس كايرو والحوارات وريبريزنت الاسلام صح. اما اجي اطلع اتكلم الناس تشوفني ناجح ومبسوط ومعايا فلوس. لسه معيش فلوس قوي يعني الحمد لله، بس هتيجي ان شاء الله. في نفس الوقت مسلم وبصلي ومش عارف ايه وعندي دقن وكل الحاجات دي، فتيجي تلينك الحاجات. حلوه العربيه ما شاء الله، M3 صفرا، وتلاقي ان ايه، طب ما ده مسلم وبيعمل وبيسوي مش عارف ايه، انا ايه حجتي ان انا مش بصلي، او ايه حجتي ان انا مش مسلم، او ايه حجتي ان انا متخيل ان المسلمين ارهابيين، فاروح مفجر لهم افكارهم. دلوقتي انا رايح اقابل انس، اللي متابعني هيبقى عارف انس مين. انس ده شاب رسام قوي جدا، مش هو اللي بيعمل لنا الكاركترز بتاعت بارز وخارق وزئبقي والحوارات دي كلها. وصلنا. اهم حاجه وانت بتعمل حاجه تبقى عندك استعداد ان الناس تتريق عليك.
بس لا ايه؟ مريم. مريم. انت اسمك ايه؟ عمر. عمر. طب بص في الخرم هنا. ازيك عامل ايه؟ انت اسمك ايه؟ انا لا خالتي. عبد الله. ازيك يا عبد الله؟ في الجامعة. بتصلي؟ بيصلي ولا لا؟ بصلي. الواد ده بيصلي؟ اه. بيصلي اكيد؟ ماشي. بدور على انس. نعم. انس اللي عامل طيب. ده واحد اسمه فتحي اللي عامل الجرافيتي ده، مش عاجبني خالص لان هو شويه حروف تطلع في الفلوج بس. انت معاك اقلام؟ اصل القلم اللي انا كنت برسم بيه امبارح، شفت اللي انا كنت برسم بيه على السكيت بورد وحش قوي على فكره. ايه رايك في الفلوج؟ حلو فحم. عايش. انا مبسوط جدا جدا فاهم. عايش جدا. انا مبسوط جدا من فكره الفلوجز اصلا، عشان الواحد بقى يقعد يتفرج على اليوتيوب مفيش حد عربي او مفيش حد كده كونتنت ينفع يتفرج عليه. هعلقهم على الحيطه. ايه اكتر واحد عجبك فيهم؟ اثنين مش واحد. انهي؟ ده وده. نايس. الواد يا ابني. سلام. سلام. سلمك. احنا نروح نصلي دلوقتي، نروح ناكل. ده حمام ده يا ابني. تصدق احنا لفينا على الفاضي. ده اسمه الطواف. فالواحد بيبقى كتير قوي عنده اماني او اهداف عايز يحققها، بتبقى عاليه قوي قوي، بس مع الوقت بتلاقيها اتحققت سبحان الله، يعني حاجه مش بعيده عن ربنا. من لحظات السعادة اللي ما بيتخللهاش أي نوع من أنواع الحزن ولا أي حاجة هي لحظة الأكل، السعادة الخالصة. أنت كنت عارف إن سنة إنك تتكلم على الأكل؟ سنة إنك تتكلم على الأكل، سبحان الله. الاتيكيت انك تسكت، بس السنه بتقول كده فالسنه صح. الرسول عليه السلام بيقول حتى يعني إن أنت اتكلموا حتى لو في أمور التجارة، بس المهم إن أنتوا إيه تتكلموا كلام مفيد وتسوشيالايزوا كده ويبقى فيه حوار يعني. سقفوا يا جماعه على الحازم هيموت اهو. أهم حاجة تبقى مبسوط بس. مبسوط؟ الحمد لله.